السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا، الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة وعلى البوتاجاز من فوق، من غير بقى فرن ولا بهدلة ولا اي حاجة. وكمان الدقيق دقيق عادي، مش للفطير مخصوص ولا اي حاجة، دقيق متعدد الاستخدام. وشوفوا بقى من نص كيلو دقيق عملنا كل الفطير ده. شوفوا الفطير بتاعنا طري جدا وحلو جدا. بصوا بقى التوريقه، تعالى اقول لكم على شكل التوريقه. بصوا التوريقه بتاعتنا والجمال. الله على الفطير بطريقه سهله وبسيطه. ولو انت ما بتعرفيش تعملي الفطير، تعالي شوفي الفيديو بتاعي، هتعملي احسن فطير واحلى من اي حد كمان. يلا بينا شوفي بقى الفطير بتاعنا. يا سلام على الفطير وجماله. يلا بينا بقى نشوف مقادير الفطير بتاعتنا. نص كيلو من الدقيق، ومعانا ملح وسكر، رشة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. بس كده هنقلب الملح على السكر على الدقيق، وهنحط بقى المية تكون عادية خالص، لا ساقعة ولا سخنة، مية عادية. هنقلب ونحط المية شوية بشوية، ونقلب كده بالمعلقة بتاعتنا. وكل ما نلاقيه محتاج من الميه نحط، بس ما نكترش الميه في الاول علشان الميه ما تكترش مننا وكده. هنبتدي نعجن فيها بقى بايدينا، ونلم العجينه بتاعتنا ونعجن كويس. اهم حاجه ان انت تعجني كويس. ده دقيق عادي خالص، شارياه سايب كده من عند العطار، دقيق متعدد الاستخدام. انا هنا محتاج ميه فبزود. شوفوا انا بزود شويه بشويه لغايه ما العجينه تتلم معانا وتبقى متماسكه. انا عايزه عجينه طريه وما بتلزقش في الايد، طريه كده زي اللبانه، وبرضو ما بتلزقش في الايد. هنعجنها كويس، واهم حاجه بقى اعجني كويس جدا، يعني لمده 10 دقايق 5 دقايق، لغايه ما العجينه تلم معاكي وتبقى ناعمه كده وحلوه. بصوا هنعجن ونزود ميه شويه بشويه، لما نلاقي العجين ما بتلمش ومحتاج ميه بنزود ميه. شوفوا طريقته سهله وبسيطه، ومن نص كيلو دقيق هنعمل كميه حلوه من الفطير. انا بعجن فيها اهو. اعجني كويس، اهم حاجه ان انت تخدمي الفطير بتاعك كويس. هنا العجينه بتاعتي اتلمت، ما عادش محتاجه ميه. بصوا هعجن كويس اهو. اهم حاجه ان انت تعجنيه. لو عجنتيه كويس وريحتيه كويس، الفطير هيطلع معاكي 10/10. بصوا العجينه بتاعتنا بدات تلم مع بعض خالص اهي. عجينه انا عايزاها عجينه طريه كده زي اللبانه، وكمان ما بتلزقش في ايدي. انا هعجن اهو، لسه محتاجه كمان شويه. بصوا طريه اهي، هي بدات خلاص ما تلزقش في الايد، بس هعجنها كمان شويه لغايه ما تبقى طريه معانا. انا بعجنها تاني اهو. هي خلاص كده معايا مظبوطه، بس انا عايزه ازود في عجنها عشان تبقى معايا عجينه كده ايه، حلوه، والفطير بتاعي يطلع حلو. لو انت اول مره تشوفيني بقى، انا اسمي نسمه، ودي قناتي. يلا بسرعه اعملي لي لايك وشير، واعملي لي سبسكرايب، وتفعلي لي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. بصوا العجينه بتاعتي انا خلاص غطيتها هنا وسبتها ترتاح لمده 10 دقايق. ممكن تكتري عن 10 دقايق، بس 10 دقايق حلو جدا. اهي العجينه بتاعتنا بعد 10 دقايق. بصوا بقى العجينه عامله ازاي. العجينه بتاعتنا بصوا طريه عامله ازاي اهي. بصوا طريه معانا خالص اهي. عامله زي بتتمط معانا كده عادي. هنكورها بقى. انا هعمله فطير صغير مش هعمله كبير، فهعملها النص كيلو ده، هعمل منه 6 فطاير. هبتدي الم العجينه كده، نكورها بقى. انا عاملاها كده قد الايه، قد الاستفندية الصغيره. حابه تكتري يعني تكبري حجم الفطيره، كبري مفيش اي مشكله،
بس انا حباها صغيره. بصوا انا كورتها هنا اهو. هكمل بقى العجينه بتاعتنا وارجع لكم تاني. انا عملتها هنا اهو 6 كور، وفردت حطيتهم على رشه من الدقيق، وهسيبهم اغطيهم يرتاحوا برضو لمده 10 دقايق. هغطيهم واسيبهم لمده 10 دقايق على بال ما نعمل سر التوريقه بتاعتنا بقى، اللي هنحشي بيه، اللي هنفرد بيه الفطير. معانا سمنه او زبده سايحه 3 4 معالق، ومعاهم معلقتين كبار من الزيت، ومعانا هنا معلقتين كبار من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هنقلب النشا على البيكنج باودر على السمنه او الزبده اللي عندك حطيه. عندك سمنه بلدي سيحيها، عندك زبده يعني اي حاجه موجوده عندك، لو سمنه عاديه كمان مش مشكله. هنقلب ده كله ببعضه كده، وعليهم معلقتين من الزيت. يعني السمنه دي او الزبده على معلقتين من الزيت، ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هنقلبهم، ده اللي هيخلي الفطير بتاعنا مورق وحلو. هنقلبهم كده مع بعض كويس لغايه النشا ما تختلط مع الزبده. النشا بتاعتنا بتدوب مع الزبده اهي. خلاص دبت هنا اهو. يلا بقى نعمل اول فطيره. هناخد اول كوره. انا جيت هنا خدت اول كوره من اللي انا عاملاه، بفرد على دقيق. حط دقيق عشان الفطير بتاعكم ما يلزقش. هتحطوا دقيق وبالنشابه بتاعتكم وتفردوها. افردوها يعني ايه، تكون رقيقه، مش عايزينها سمكه، مش عايزينها سميكه، عايزينها رقيقه. هنفردها بقى كويس. افردي على قد ما تقدري. بصوا الطريقه دي سهله وبسيطه، مش هتاخد منكم وقت. وكمان لو انت اول مره بتعملي الفطير وما بتعرفيش تعمليه، هتعمليه وهيطلع معاكي حلو جدا. انا بفردها هنا كويس اهو. العجين عشان يرتاح معاكي، بصوا بتفرد بكل سهوله، ما بياخدش وقت، والعجينه اصلا مرتاحه. يعني العجينه وانت بتفرديها مرتاحه معاكي. افردي كويس. وبعدين تعالوا بقى اقول لكم هنعمل فيه ايه. هنفرده بالسمنه، هنحط السمنه عليه او الزبده، يعني الخليط اللي انت حاطاه، زيت سمنه او زبده براحتك. يعني حطي سمنه بلدي، حطي زبده بس حطي عليهم معلقتين من الزيت والنشا والبيكنج باودر. فردنا كده على وشها حلو قوي، يعني على كل الفطيره اللي معانا. بصوا كمان ميزته ان هو خفيف، مش تقيل قوي زي الدسم التاني اللي احنا بنعمله يعني. هنقطع بقى الفطيره دي كده على 4. بصوا ازاي، ادي واحده وواحده قبالها من الناحيه التانية، وهنسيب حته في النص كده مش هنقطعها للاخر، وواحده كمان من هنا وواحده قصادها. وكل جزء من ال4 دول هنقطعه ما عدا واحد. هنسيب واحد يبقى كبير، هنسيب ده كبير كده مش هنقطعه. هنبدأ هنا نقطع بقى ده على 2 كده اهو، وكل بقى جزء كده هنقطعه كده اهو، وده كمان كده. سيبنا جزء علشان هنلم فيه كل ده في الاخر. بصوا اهو. هنبتدي بقى بصوا هنبتدي نحط دي كده، ونحط نطبق دي اول جزء يعني، ونحط تاني جزء عليها نطبقه. بصوا هنطبق كل جزء كده اهو، والتالت والرابع كده هنطبقهم كلهم. هنسيب الكبير بقى للاخر، هنلم فيه كل العجين ده. بصوا اهو، هحطهم كده في الكبير كده، واحط ده كمان عليه اخر جزء، وبعدين هلم كده
الكبير ده كده اقفلهم بيه بس اهو. بصوا، حابه تكبري العجينه زي ما انا قلت لك، يعني حجم الفطيره بتاعتنا يبقى كبير براحتك. انا كمان هعمله في الطاسه على البوتاجاز، مش هعمله في الفرن. هنكورها بقى كده اهي، ونسيبها ترتاح كمان لغايه ما نخلص باقي الفطير بتاعنا. نحطها في مكان ونغطي عليها لغايه ما نخلص باقي الفطير بتاعنا. انا هعمل واحده تانية اهو. بحطها برضو على دقيق، وبفردها كمان، بحط على الوش برضو دقيق خفيف بس عشان تتفرد معانا، وبحط من تحت دقيق برضو عشان تتفرد ما تلزقش، ونفردها كويس جدا. انا بوريكم واحده كمان اهي. طريقتها سهله وبسيطه، وكمان هتسوي بقى على البوتاجاز من فوق، مش هتدخليها الفرن، وهتطلع معاكي حلوه جدا. وانا بحب الحجم الصغير ده، كل واحد ياخد له واحده كده بتبقى احسن من الكبيره وتقعدي تقطعي كده، لا كل واحد ياخد له واحده صغيره بتبقى احسن. انت براحتك برضو، عايزه تكبريها كبري، يعني الحجم يرجع لك. هنفرد العجينه بتاعتنا، افردوا على قد ما تقدروا. بصوا انا هنا التلات عادي، تفرد عادي اهي. احط شويه دقيق بس صغيرين كده عشان ايه، ما تلزقش معايا في النشابه، وافردي اهي. طريقته سهله وبسيطه، ولو عملتيه مره هتعمليه على طول. بصوا اتفردت معانا اهي. هنبتدي بقى ندهنها كمان بخليط التوريق بتاعنا اهو. غطي بقى وش الفطيره بتاعتك بالخليط ده عشان تطلع مورقه كده معاكي من جوه. انا كده فردت الخليط بتاعنا خلاص. هبتدي بقى اقطعها. يلا بقى بينا نقطعها، زي هنعمل واحده كده اهي، وواحده من الجنب ده، كل مكان قصاده واحده يعني، وهنا وفوق كمان. طريقتها سهله وبسيطه بس كده. وهنقطع كل جزء الاتنين، وهنسيب جزء كبير اهو، وسيبنا الجزء الكبير ده مش هنقطعه بس خلاص اهو. الجزء الكبير ده ما قطعناش، هنطبق كده برضو على بعضه اهو، وهنطبق دي اهي، وهنطبق اخر واحده، وبعدين هنلمهم في الكبيره، الجزء الكبير اللي احنا ما ايه ما قطعناهوش. بصوا اهي، لموها بقى كده. وسيبوها ترتاح بقى، وغطوها، يعني سيبوها وغطوها 10 دقايق كده. انا خلصتهم معاهم، هما كانوا 6. انا كنت فردت واحد بس الكاميرا مكانتش بتصور، فهجرب لكم واحد تاني اهو. بصوا يعني ده احنا بناخد اول واحد احنا عملناه اهي اللي انا كنت فردته، فهفرد لكم واحد تاني اهو.
افردوه بقى. بصوا الفقاقيع الهواء اللي جوه دي على ده السمك اللي انا عايزاه. الفقاقيع اللي طالعه دي نتيجه ان دليل على ان النتيجه ان شاء الله هتطلع حلوه. ده معلقه سمنه بلدي كده على الوش، حابه تحطيها حابه مش حابه براحتك، من غير نشا ومن غير اي حاجه. طاسه بقى يلا ونسوين واوريكم هنسوي ازاي. اي طاسه على البوتاجاز او صينيه اي حاجه، مش شرط تكون تيفال ولا جرانيت ولا اي حاجه. اي حاجه لو الومنيوم اي حاجه مش هتلزق ما تخافيش. وهنحط معلقه كده من الزبده او السمنه، وبعدين تسخن كده بسيط، ونحط الفطيره على نار متوسطه. ما تكونش النار لا عاليه قوي ولا هاديه قوي، نار تكون متوسطه. وما نقلبهاش غير لما تاخد تحس ان هي خلاص بدأت تاخد لون كده من تحت. هنسيبها على نار متوسطة كده اهي، على عين البوتاجاز من فوق. بصوا اهي بدأت تاخد لون. هنقلبها الناحية التانية اهو، لغاية ما توصلي للون اللي انت محتاجاه. هي يا دوبك هتاخد لون من الناحية دي والناحية دي، ما بتاخدش كام دقيقة بس كده على البوتاجاز من فوق. هتلاقيها استوت معاكي مورقة وزي الفل. يعني اول ما تاخد لون من الناحية دي والناحية دي خلاص، يبقى كده الفطيرة بتاعتنا زي الفل اهي. بصوا كده خلاص، يعني مفيش دقيقة واحدة بس كده وهطلعها. بصوا بقى انا طلعت الفطير كله اهو. وحطيت اهم حاجه، اول فطيره تحطيها لازم تغطي، كل ما تطلعي فطيره تغطيها، كل ما تطلعي فطيره تغطيها، وحطيهم كلهم فوق بعض وتغطيهم كده وتسيبيهم عشان الفطير يطلع معاكي طري. شوفوا بقى شكل الفطير بتاعنا عامل ازاي، ما شاء الله بجد حلو جدا. نص كيلو دقيق عمل لنا كام فطيره. وطريقته سهله وبسيطه ومش مكلفه معاكي خالص. ومعانا بقى هنا قشطه، عسل اسود، حابه بقى جبنه قديمه، عسل ابيض براحتك. الفطير بتاعنا شكله حلو جدا يفتح النفس. وكمان من نص كيلو دقيق عملناه بطريقه سهله وبسيطه وما خدش معانا اي وقت. شوفوا الفطير طري خالص اهو، وبدقيق عادي متعدل الاستخدام. شوفوا طري جدا. تعالوا بقى اوريكم توريقته من جوه. بصوا التوريقه بقى بتاع الفطير ومستوي خالص وجميل جدا، وعلى البوتاجاز من فوق. بصوا الطبقات بتاعته، الطبقات بتاعته حلوه جدا اهي. ومستويه خالص والطعم خطير. لازم تجربوه.